يلمس مرة الرجل اليسرى، الفخذ الأيسر من وراء الفخذ، ويشكو يبدو من إصابة أو من تشنج عضلي. ويبدو أن حتى ميسي بعد مباراة ليفانتي وحينما قام المدرب بتغييره أثناء فترة من بين الشوطين قرأنا ذلك في الصحافة الإسبانية أنه اشتكى من أرضية ميدان أو أرضية ملعب الكامب نو. الإصرار على، وحتى ميسي كان قبل أن يبدأ الدوري كان هناك مشكوك في أمره، هناك من قال أنه قد لا يشترك. هل هو إجهاد؟ هل هو محاولة دائما من ميسي أن يلعب حتى ولو أصيب؟ نتذكر مباراة باريس سان جيرمان، نتذكر ما حدث في الموسم الماضي. أصبح طري العود، أصبح هشا نوعا ما. لا أظن أنه أصبح هشا، ولكن خالد أظن لم يتعافى جيدا من الإصابة. نعم. شوف، لا، أصبح هشا بالنظر أنه لم يتعافى. أصبح سهل الإصابة. نفس هي نفس الإصابة دائما تتكرر عندما